لو عايز تعرف إيه اللي يخلّي بعض جروح الناس كويسة وبعضها مش كويسة، يبقى إحنا بنتكلّم على factors of wound healing. ولمّا آجي أكلّمك على أي factor في الدنيا، هتقول لي عندي systemic and local. يعني لمّا ييجي لك في الامتحان الشفوي إن شاء الله لمّا تدخل في السياق كده أهوّة ويقول لك هو إيه العوامل اللي خلّت الدكتور ده يخلّي الجرح بتاعه كويس، والعوامل اللي خلّت الدكتور ده الجرح بتاعه مش كويس، تقول له يا فندم الموضوع مش دكتور وبس، أنا عندي فيه systemic and local factors. الsystemic دي يا إما congenital يا إما acquired، والlocal دي هنتكلم فيها وهناخدها بالتفصيل. يقول لك طب هو systemic زي إيه؟ هاقول لك أنا، الsystemic دي زي ما اتفقنا يا إما congenital يا إما acquired، وفي جراحة التجميل يهمني إنك أنت تاخد بالك من شوية syndromes أو شوية cases congenitals، على أساسها هتعرف لو حد عنده الحاجات ديّة تعمل له عملية والّا لأ. أمّا لو كان acquired حاجة حصلت أدِّت لdefective wound healing نتناقش فيها. طب زي إيه الcongenital؟ من أشهر الcases اللي بنتكلم فيها هي الإهلر-دانلوس، الcutis laxa، pseudoxanthoma elasticum، progeria وvernon syndrome وepidermolysis bullosa. فاكر أنت وأنت في المدرسة لمّا كان زميلك كان بيجيب كده أهوّة صباعه لآخر كَف إيده من ورا زي الشاب الجميل ده؟ أهو الولد ده على قد ما هو كان ظريف وكل البنات بتلِم حواليه وأنت كنت متغاظ منه، إلا إن الولد ده للأسف so miserable. ليه؟ لإن ده القاعدة بتاعة إهلر-دانلوس اللي هو عنده جلد مطاطي زي ما أنت شايف، ممكن يعمل بيه فقرات، ولكن لمّا يتعور ده من أسوأ الwound healing اللي ممكن تلاقيها في الدنيا. لدرجة اللي هو لو زهق من نفسه في يوم وجه لك ويقول لك يا دكتور علي، يا دكتور إبراهيم، أنا عايزك تعمل لي عملية شد وِش أو شد بطن، أنت هتقول له شكرًا. ولو حتى دفع لك فلوس كتير وقال لك باعطيك ما بتريد سوي لي هي عملية، قُل له ما باخد شيء، أنت كويس زي ما أنت، أوكي؟ أُمّال مين اللي ممكن جلده يكون واقع كده أهوّة زي العجل كاوتشات ميتشيلن زي ما أنت شايف ده اسمه الكيوتس لاكسا. يبقى في عندي الإهلر-دانلوس الشاب الجميل دوّة غير الكيوتس لاكسا. الإهلر-دانلوس لو جالك وتعمل له عملية توافق والّا ما توافقش؟ ما توافقش. لكن اللي ييجي لك بجلد متهدل قدامك زي كده اعمل له عملية وأنت متطمن لإن ده الwound healing بتاعه normal. طب أنا بييجي لي يسألني في الامتحان إزاي السؤال بيكون مباشر، بيقول لك مين في الحالات اللي قدامك دي تعمل له عملية ومين لأ، ومش عارف ليه بيختاروا شد الوش بالذات عن أي عملية. ماشي، فعشان كده مهم تعرف مين في دول تقدر تعمل له عملية ومين ما تقدروش. أقول لك من كل دول هم 2 اللي أنت تعمل لهم عملية، ال2 اللي جنب بعض بالأبيض دول. مين دول؟ الكيوتس لاكسا والسودوزانثوما إلاستيكم. الكيوتس لاكسا الصورة خير معبر عن تخيلك ليها. أنت شايف إن واحد جلده متهدل زي كاوتشات ميتشيلن، عمال عنده هايبو الاستيك ديجنريشن الاستيك فايبرز في الديرمس قليله جدا، عندك ان هو مفيش الالاستين قليل فما بيرجعش. هو اتفقنا هو مين المسؤول عن التنسايل سترينث بتاعت الجلد، الالاستين ولا الكولاجين؟ وده فايده الفاندمنتال. مش احنا بنطلع اللاست. نقول سيرتي الجميله احنا عندنا هنقوي الكولاجين بتاعك ونعمل بوسترنج للالاستين اللي في جلدك اللي انت فقدتيه مع الزمن. طب هو بقى ايه الفرق ما بين الكولاجين والالاستين؟ نراجع كده للناس اللي ما حضرتش معانا المره اللي فاتت. الكولاجين هو اللي بيديني التنسايل سترينث، امال الالاستين بيعمل ايه؟ تخيل معايا الاستيك لو انا شديته الشده بتاعته هي الكولاجين، عشان يرد تاني ده الالاستين الريكويل. يبقى مين مسؤول عن الريكويل؟ هو ده الالاستين. ويلكم ان بلاستيك سيرجري، هو ده العلم بتاعنا. يبقى كيوتس لاكسا تفتكر الاستين عنده كتير ولا قليل؟ اكيد الاستين قليل جدا، حاصل هايبو الاستيستي ومش هيعمل سبرينج باك، ده هيكون هايبر اكستنسبل. ماشي، وهيكون زي ما انت شايفه كده. تفتكر هيكون سنه كبير ولا سنه صغير؟ شايف الجلد ده تحس كده ان دي تيتا برغم ان دي طفله صغيره. بس في فرق عشان لما اجي اقول لك ان جده عنده سنتين ده اسمه بروجيريا، ده حاجه وده حاجه تانية. ده جلده متهدل لكن ده هو ككل جسمه صغير. تفتكر ما تخلطش الدنيا ببعض. اوكي،
طب ايه هو السودوزانسوما الاستيكم اللي انت قلت لي يا دكتور بشويه ان انت ممكن تعمل له عمليه؟ انا عن نفسي قابلت حاله من الحالات اللي بحبها جدا في السودوزانسوما الاستيكم. كانت ست كبيره، مناخيرها للاسف كانت واقعه خالص وجايه عايزه تعمل راينوبلاستي. حرفيا يا شباب كان جاي لها عامله زي الساحره الشريره، مناخير كده اهوت مغطيه ادي الفم، لو انا بعرف ارسم ايوه كده اهوت بالظبط. وتقول لي يا دكتور بشوي اعمل لي راينوبلاستي. انا سمعت انك انت تعمل عمليات جميله وتحافظ على سريه العيانين لحد دلوقتي على الاقل وما تحط صورهم، فانا مكسوفه جدا من شكلي وحابه ان انا اعمل راينوبلاستي. طب يا ست الكل حضرتك عندك حوالي 55 سنه وجلدك يعني كورس وتكستشرد، انا خايف منه ان انت تكوني عندك جذام، او يكون ده ليبرسي. ماشي، وده بيكون الشكل زي ما انت شايف كده. بص الجلد ده لولا ان هو لونه اصفر فانت تجزم ان هو سودوزانسوما الاستيكم، ولكن المنظر ده ولما تلاقي ان عامله جاي لك بالمراخير بتاعتها زي الجذام فتبدا تفكر. وكانت قالت لي انها لفت عشان عينيها كان فيها مشاكل، حصل لها اوكولار فيجن، وكانت غابت عني مده 6 شهور بعد ما اتكلمنا في ان احنا نعمل لها ولا لا، وانا قلت لها محتاجه اتاكد هو انت عندك جذام ولا لا. فقالت لي ان انا غبت عنك عشان كان عندي مشاكل في القلب، جالها كارديك مانيفستيشن. من هنا انا اطمنت، لان النوز انا كنت صورتها من 6 شهور، فلما جات لي بقارن الاثنين ببعض فما حصلش اي حاجه، فبالنسبه لي الحمد لله ده مش ورم. والصفار ده يرشح لي ان هي غالبا سوتو زانسوما الاستيكم. فحضرناها وقلنا لها احنا مش هنعمل فول نوز جوب، ولازم هيكون معانا انترا اوبراتيف يكون في هيستوباثولوجي عشان خاطر نشوف هو ده ايه. وقد كان لما شلنا ده رحنا جينا نبص على الباثولوجي، كان ايه؟ كان سودو زانسو جرانيولوما او سودو زانسوما. ومن هنا هل السودو زانسوما لو جالك يا دكتور علاوي تعمل لها عمليه ولا ما تعملهاش؟ ايه رايك يا دكتور علي؟ تحب تعمل لها عمليه لو واحده جات لك بزوزو زنسوما؟ اكيد يعمل لها. اكيد اعمل لها، ما انا لسه قايل لك ان انا عملت لها عمليه، يعني فاهم قصدي؟ فهي جت سيناريو بالظبط. انت بتتكلم على واحده جات لك عندها الجلد بتاعها كله مصفر بسبب ان هو يلوش بلاكس نتيجه ان هي اوتوزومال ريسيسيف كونديشن، ولكن صدفه ان ريسيسيف قابل ريسيسيف حبوا بعض جابوا لنا السودوزانسوما الاستيكم. وكان عندها القلب وما بتشوفش بعينيها، ومن رحمه ربنا بيها ان يكون عندها نورمال ووند هيلينج. طب بالنسبه لجده اللي عنده سنتين ده مشكلته ايه؟ ده البروجيريا. واللي شاف الفيلم الجميل ده بتاع بنجامين باتون كان من اجمل الافلام بصراحه اللي بيطرح فيه المشاكل الطبيه. انا عجبني ده لان هو كان بيتكلم على البروجيريا. ماشي، كلنا عارفين بنجامين باتون لما جاب الحاله بتاعته ان هو عباره عن جده عنده سنتين. جده ده تعمل له اي عمليه اوعى تمد ايدك عليه، لان جده ده عنده مشكله في الوند هيلينج. ده بيحصل له بري ماتشور ايجنج، وبيكون عنده جروس ريتارديشن، يكون في فول بادي الوبيشيا بدليل ادي البنوته حاطه الكاب دي عشان تداري الصلع. وكذلك براد بيت اصلع اهو في الفيلم، الى جانب ان وشه عملوه من اجمل الافلام اللي اتعملت. بنجامين بوتون ان ده من اوائل الافلام اللي اتعمل فيها موديفيكيشن لجسم الممثل ككل. يعني براد بيت ده المفروض ايه البنات كلها بتحبه، هم جم جنبوه في الفيلم ده يعني في شكل يعني مشوه ومصغير وايه. كان عنده اثيروسكليروزز وجلده كل ما يمر بيه الزمن يعجز اكتر ويكون بهذه الطريقه. هل تعملوا عمليه؟ الحقيقه لا. مين اللي يتذاكر مع البروجيريا وقريب منه؟ الفيرنر سيندروم. الفيرنر سيندروم احنا بنتكلم على قصه حب ما بين اتنين اوتوزومال ريسيسيف، راحوا جابوا لنا الفيرنر سيندروم. ده بيحصل ايه؟ ده شبه السكليروديرما، وبتلاحظ فيه ان البنت تبدا او الشخص فيه يحصل له ايجنج بدري في الشكل. هل ده منظر واحده عندها 56 سنه؟ لا، ده مش منظر واحده عندها 56 سنه ولكن عجزت بدري. يعني دي ما شافتش صباح دي ولا ايه ولا نيلي، ماشي الناس دي يعني ولا
الممثلين بتوعنا، الممثله عندنا بيطلعوها في دور بنت عندها 20 سنه وهي عندها ما شاء الله زي غادة عادل كده اهوت والناس دي كلها. متهيألي غادة عادل تقريبا معديه ال 50 يعني، فاهم قصدي؟ فهل ده منظر واحده خمسينيه؟ لا. بتظهر لك ازاي؟ بيكون في هورشنز اوف فويس، سيكنينج اوف ذا سكين، بتكون دايابيتك، اثيروسكليروتيك، وعندها كاتاراكت. الفرق ما بين البروجيريا والفيرنر ايه؟ البروجيريا زي ما انت شايف جده عنده سنتين، لكن الفيرنر بيكون الكورس بتاعه اقل بكتير، ولكن البت بتكون زي ما انت شايف كده اهو، يبدا يظهر عليها السكليروديرما مانيفستيشن من وهي صغيره، ولكن بيكون بالبطيء. هل تعمل لها عمليات؟ للاسف ما تعملهاش غير عند الضروره، لان الوند هيلينج از فيري بور. واخيرا وليس اخيرا، الابوديرمولايسيس بلوزا. الواد ده بيتولد مسلوخ. بتفتكر يعملوا ايه في الدكتور اللي ولده؟ بيكون خد علقه. هل له ذنب؟ يقول لك هو الميه السخنه اللي انتوا خدتوها سلقتوا فيها الواد. وهو يقول لك يا فندم احنا ما بنستخدمش ميه سخنه ولا بنقرب منها اساسا، احنا مستشفى معقمه وكان غسلوه بمحلول ملح ساقع اساسا وكانوا هيعملوا له هايبوثيرميا. تقول لي سلقناه؟ يقولوا لا احنا بنشوف في الافلام بيجيبوا ميه سخنه وانتوا اكيد جبتوا ميه سخنه وسلقتوا الواد. الفكره ان الابيدرمولايسيس بالوزا ده عباره عن ايه؟ ده الولد عنده مشكله جينيه في الجلد. اتولد بيكون عنده بليسترنج. الواد ده حرفيا تيجي تلمسه يتحرق في مكانه. انا اقول لك ده ما تمدش ايدك عليه ولا تحط عليه كريم، انت لو حطيت عليه كريم هيقولوا ايه اللي حرقه اهو. فده لازم نبقى فاهمين ان من هو صغير في الاغلب بتكون اعمارهم صغيره. فانا استغربت جدا لما جيت دورت على الصور الاقي الطفل ده كان باللايسيس بالوزا ومكمل لحد السن ده. فبيكون في صعوبه، وطبعا لازم يكون في ميكانيكال ستريس صعب جدا ان هو يكون مكمل بالطريقه ديت. ممكن اساسا ايده تلزق في بعضها ويحصل له سندكتلي ومشاكل كتير. يبقى انا من كل اللي انا قلتهم لك في الجيناتيك دول تعمل عمليه لمين؟ للاهلر دالوس ولا اكيوتيس لاكسا ولا سوزانسوما بروجيريا فيرنر ولا ابيدرمولايسيس باروزا؟ هما اثنين، اكيوتيس لاكسا او الاليستولايسيس والسودوزانسوما الاستيكام. دول بس اللي انت تعمل لهم عمليات. اميز بعضهم ازاي في الامتحان؟ في الامتحان لو هيجي يسالك هيقول لك على حاله السودوزانسوما الاستيكام، يقول لك ان هي بيكون قبل ستون يلوش بلاك وبيكون فيها عندها القلب وما كانتش بتشوف. تعمل لها عمليه ولا لا؟ تعملها لها. هل كان بيسالك على المشكله فين؟ يعني هل مثلا بيسالك الاهلر دالوس كان نتيجه ايه؟ ده رزق ياتيه الله من يشاء. يعني انت لو جه سالك في الامتحان وقال لك ان ده بسبب ان هو ميوتيشن في الكول 5A1 وما اعرفش ايه، ده نصيب خلاص. يعني عارف، سلم على اللي حط الامتحان كده وقول له ايه، نتقابل الدور الجاي ماشي، او سامح نفسك في السؤال، انت بطل ماشي، عندك حاجات كتير. طب بالنسبه للكيوتيس لاكسا انت بتتكلم ان ده ميوتيشن في الالاستيك فايبر، الحمد لله. طب والسوزوزانسوما زيه وعندك مينراليزيشن للالاستيك فايبر، يا سلام، ماله الكلام الجميل. ندخل بقى في البروجيرا تلاحظ ان هو يقول لك ان ده ميوتيشن في اللامينا جين. طب الفيرنر؟ لا، اللي حط الفيرنر راجل محترم. ليه؟ لان هو فيرنر بالدبليو عندها الفارين جين هو اللي حاصل فيه ميوتيشن. دي كانت حكايه الفاكتورز اوف ووند هيلينج من حيث systemic congenital factors. طب بالنسبه للسيستميك اكوايرد فاكتور، يا دكتور بشوي انا كنت عايز اعرفها. اقول لك ان انت عارفها. السيستميك اكوايرد فاكتورز هي الاسات اللي كنت بتذاكرها زمان زمان فروم زمان في الاندر جرادويت. كان يقول لك الاس سينايل، سيستميك هرمون، سموكينج، ستيرويدز، واسبيريتس. سبيريتس اللي هي الكحوليات والعياذ بالله. ماشي. طيب هو ايه السينيليتي؟ الايجنج. ماشي. كل ما كان في ايجنج، كل ما كان كبير، كل ما كان الوند هيلينج بتاعه بيكون ايه؟ اضعف بكتير. ليه؟ بيكون التنسايل سترينث بتاعه في الالدرلي بيكون اضعف. طب السيستميك هرمون ليها افكت؟ طبعا. يعني ايه السيستميك هرمون؟ واحد دايابيتك تفتكر الجرح بتاعه هيلم ولا لا؟ ده بيكون من اسوأ الجروح اللي ممكن تقابلها في حياتك. ربنا ما يوعد حد بينا بعيانين دايابيتك، رغم ان ده من صلب الجراي زونز ما بيننا ما بين الاوعيه والجراحه العامه والبطنه، بنشتغل كام دي تي. فعشان كده حلوا انك انت لازم تشتغل معاهم ك هارموني تيم عشان خاطر توصلوا لافضل شيء. السموكينج انت كجراح تجميل وخصوصا لو بتشتغل في الاثليتكس هتلاحظ ان بيجي لك مدخنين رجاله وستات. اوعى تتنازل انك انت توقف السجاير، ولو ما وقفتهاش هتحصل لك مشكله ان شاء الله. لو بنتكلم على فيلر
واحد يقول لي يا دكتور بشوي انت بتبالغ، انت ما اشتغلتش فيلر كفايه. انا اشتغلت. اقول لك تسلم ايد اللي اشتغل وربنا يبارك فيما رزق، واشتغل زي ما انت عايز، ولكن هي حاله واحده تكفي انها تخليك قاعد في البيت. ايه فايده انك انت تعمل لعيانه عماله حريقه سجاير تحط لها فيلر في شفايفها، واللي اشتغل كتير في عيانين كتير بيدخنوا وحط فيلر لواحده بتدخن بشراهه، هيكون فاهم انا بتكلم في ايه؟ حد شاف حاله زي دي قبل كده؟ ان واحده كانت مدخنه وراح حقنها فيلر في الشفايف وجات له بهدلت له الدنيا في العياده بعد الشر؟ طبعا هنا مش هقول لكم ارفعوا ايديكم لان دي مشكله. طب انا دلوقتي سيبنا من الفيلر، انا هعمل عمليه. هعمل عمليه بقى اللي هو بقى براكيو بلاستي ونحت قوام 360 والكلام ده. اوقف التدخين قبل العمليه بقد ايه؟ سيبك من ان هو في السوق بيوقفوه اسبوعين، او في ناس ما بتوقفش خالص وبتسيبها على الله، وبعد كده ايه بيلبس هو في الهيلينج، شهر. بيأثر على الهيلينج. ماشي. المفروض 4 اسابيع قبل. طب وترجع امتى؟ 4 اسابيع بعد. يعني في ناس بتوصل كويس قوي للعيان، يقول له بص يا فندم احنا قبل العمليه ب4 اسابيع نكون انت عملت تحاليلك وجيت فسحت في مصر وعملت لك السياحه بتاعتك، تكون انت ايه خلصت 4 اسابيع من غير تدخين. تلاقي العيان يوم العمليه خرج كده من العمليات بيحطوا له السيجاره وهو داخل ايه من اوضه خارج من اوضه العمليات على الاوضه بتاعته، حطوا له السيجاره في بقه كأن ايه البزازه بتاعته. والبس انت بقى في الفولو اب. فهي السموكينج بيقف قبل العمليه ب4 اسابيع، وبعد العمليه لمده 4 اسابيع مفيش تدخين. ليه؟ ايه عيب السجاير؟ ايه المشكله؟ لان ده بيعمل لي شيفتنج للاكسجين ديسوشيشن كير زمان في الرومزلاند ايام الفسيولوجي، وده بيقلل الاكسجينيشن. وهاجي اقول لك دلوقتي حالا كمان سطرين ان انهي اهم، الانيميا ولا الاكسجينيشن؟ انت تخاف اكتر من عيان هايبوكسيك ولا انيميك؟ مين اللي خوفك اكتر؟ الهايبوكسيا. بدليل ان اللي بيشتغل فيكم حروق، انت بيفرق معاك الانيميا في شيء ولا الهايبوكسيا؟ اول هديه بتديها العيان حروق، تدي له كيس دم ولا بتدي له اكسجين؟ مين بيشتغل هنا حروق يرفع ايده؟ اظن دي حاجه حلال نرفع ايدينا. ماشي. اللي اشتغل حروق او مر عليها هيلاحظ ان اول حاجه بيديها العيان الحروق هو ايه؟ كيس دم ولا بيديله ماسك اكسجين؟ ماسك اكسجين. ده اي عيان تروما مش بيرن بس. والعيان بتاع البيرن هيثبت لك ان الانيميا لا تقارن بالاكسجينيشن، لان عيان الحروق في الاغلب بيكون هيمو كونسنتريتد وليس انيميك. هل حد يقدر يقول على عيان البيرن في الاكيوت بيرن ان هو بيكون انيميك؟ ده بيكون هيمو كونسنتريتد، الهيماتوكريت في السماء. فاهم قصدي؟ ده بيكون يعني هتديله دم ايه؟ لا ده هو اساسا بزياده. انا يهمني اوكسجينيشن. فانت بالسموكينج بتعمل شيفتنج الاكسجين ديسوشيشن كير، وده بيقلل لي التيشو اوكسجينيشن. فعشان كده لازم نوقفه 4 اسابيع قبل، 4 اسابيع بعد، لان ده هيقلل لي البريفيوجن ويعمل لي فازو كونستريكشن. وعشان كده من ضمن الكونترا انديكيشن انك انت تعمل ريبلانتيشن هي السموكينج. ليه؟ ده هيعمل لي فازو كونستريكشن. واللي اشتغل فيكم مايكرو فاهم انا بتكلم في ايه. انت في بدايه حياتك كجونيور تلاقي ان السينيور بتاعك يقول لك العيان ده مدخن مش هندخله، نعمل ايه؟ ريبلانتيشن. انت بقى زعلان ومتضايق وبتقول هو السينيور عايز ينام ومش عايز يشتغل، وجاي بياخد كليكسان على السرير بتاع الاخصائي ومش راضي ان هو يشتغل. لا هو الحقيقه السينيور هنا كان مظلوم. ماشي، اي نعم هو فعلا كان عايز ينام وياخد كليكسان في سرير الاخصائي، وده شيء ما ننكروش، وده حق علينا كلنا ولينا كلنا. ولكن هو في الحاله بتاعت المدخن للاسف هو نسبه الفيلير ريت هتكون عاليه لدرجه انها من ضمن الريلاتيف ريسك في حالات الريبلانتيشن. طب هل في اسباب تانية مؤثره في السيستميك اكوايرد فاكتورز لفوند هيلينج؟ طبعا بلا منازع النيوتريشن. ولما نيجي نتكلم عن النيوتريشن، هل تديله المحلول الغريب ده اللي كانوا بيعلقوه في الجونه والكلام دوت وكانوا بيعملوه دعايه؟ الحقيقه ان مفيش ما يقابل الاورال فيدنج. اورال فيدنج از ذا بيست. وحبذا لو انت دخلت في الاورال فيدنج حاجات تحتوي على فيتامينز، خصوصا لو انت العيان ماشي على ستيرويدز اديله فيتامين اي. ده بيعمل ريفرسال للوند هيلينج افكت بتاعه الستيرويدز، لان كلنا عارفين ان الستيرويدز انتي انفلاماتوري. عشان كده انا لما يجي لي عيان
انا اديله ستيرويدز عشان اقول ان انا مش عايز يدخل في الانفلاماتوري فيس، تقول لي لا انا كنت محتاج ان هو يدخل في الانفلاماتوري فيس بس بسرعه. فلما يكون عيان شغال في ستيرويدز هو مش هيخف. فعشان كده انا اعمل ستيرويد ريفرسال ازاي؟ العيان اللي ماشي على ستيرويدز زي اللي ماشي على روماتيك ارثرايتس والكلام دوت، او اي عيان ماشي على ستيرويدز لاي سبب من الاسباب، ما ينفعش توقفه له اول اوف سادن. لان انت لو وقفت له الاسترويدز اول اوف سادن يدخل في حاجه اسمها ايه؟ مين يعرفها؟ ادرينال كرايسيس، وبتموت. والادرينال كرايسيس لما بتموت، الموت ساعات بيكون خطير. من اشهر الحالات اللي احنا شفنا فيها الادرينال كرايسيس كلنا بلا منازع امتى؟ وقت الكوفيد. لما كان يوقفوك انت كدكتور تجميل، بعد ما كنت طالع انت من العياده بتاعتك بتدور على حد تديله بوتوكس وفيلر والجو ده، تقوم تدخل على الاستقبال ويقول لك ان العيان ده كان ماشي على الاسترويدز بقاله شهر، يلا وقفوا له النهارده وروحه. يعني ايه اوقفوا له واروحه النهارده؟ هيخش في ادرينال كرايسيس ويموت. طب انا دلوقتي عملت له عمليه، اعمل له ايه؟ طبعا عرفنا ان احنا مش هنعمل صدن ارست للاسترويدز، امال هنعمل ريفرسال بايه؟ بفيتامين اي. طب انا هديله الدوز ازاي؟ يقول لك ان انا هديله 25,000 انترناشونال يونت بالفم في اليوم، وده هيزود لي التنسايد سترينث، او 200,000 انترناشونال يونت توبيكال كل 8 ساعات، وده هيزود لي الابيثيلايزيشن ديفيشنسي اللي بتحصل في عيان الاسترويدز. هل اتسال قبل كده يا دكتور بشوي السؤال ده بالارقام دي؟ عشان انا كجراح انت عارف كالكوعه كالكوعيكتومي انا ماليش في الارقام. هقول لك ان الارقام ما اتسالتش، ولكن اكتر بيسالك سؤال مباشر: الوند هيلينج بتاع الاسترويدز بتعمل له ريفرسال بانهي فيتامين؟ فيتامين اي، بي، سي، دي، ويقعد يعديهم لك. هو فيتامين اي يا شباب. وده نموذج من الاسئله اللي انت مش هتعرف ان ده سكوب في الامتحان غير حاجه من اتنين: يا اما امتحنته ولقيته، يا اما انت في البريباريشن بتاعك عرفت ان ده سؤال بيتسال وحد قاله لك. عشان كده بقول لك ان احنا لازم نتعاون مع بعض نعرف ايه نوعيه الاسئله اللي بتيجي. طب فيتامين سي ليه اي دور كجراح تجميل؟ طبعا احنا اتفقنا ان الكولاجين سينثيسيس بيكون مسؤول عنه مين؟ فيتامين سي بلا منازع. طب لو فيتامين سي قل يحصل ايه؟ يحصل سكيرفي. طب فيتامين اي، فيتامين اي هو انتي اوكسيدنت، لكن يعني بصراحه الايفيدنس على الرول بتاعه مش اكيد. يقول لك ان اللارج دوز بتاع الفيتامين اي بتعمل لك انهبيت الهيلينج، وفيتامين اي ديفيشنسي ممكن ذات نفسها انهبيت الهيلينج. فبنتكلم ان الايفيدنس بتاعته يعني ضعيفه ان احنا نتكلم عليها، ولكن لمعلوماتك لو زاد عن حده يتقلب ضده ويعمل لي انهبيشن للوند هيلينج. فيتامين دي مهم جدا عشان خاطر النورمال ماكروفيج ريسبونس الى جانب الابيثيليال ريجنريشن. ولو انا هقول لك على سر انا بستخدمه في روشتتي الشخصيه، انا بحب ان اي روشته ليا يكون فيها فيتامين سي وزنك. ليه فيتامين سي؟ عشان احفز الكولاجين سينثيسيس، والزنك عشان ده كو فاكتور بيأكسلريت الهيلينج ان ديفيشنت ستيت، وده بيحسن لي الفايبروبلاست بروليفريشن، وبالتالي العيان هيخش للريموديلنج وانا على الرايق. واخيرا وليس اخرا، وانت في الاسم بتمر مع الدكتور السينيور بتاعك هتلاحظ يقول لك: هو انت سحبت تحاليل للعيان ده يا دكتور اخر مره امتى؟ تقول له: سحبناها يا فندم، احنا بنسحبها تقريبا كل 3 ايام. ويقول لك: وبتسحب له البومين ولا لا؟ فانت تقول له: البومين؟ البومين ليه؟ يقول له: يا دكتور الالبومين هو الانديكيتور للمان نيوتريشن، واللو ليفلز بتاعته هي دي اللي بتاثر على الوند هيلينج، وده اللي بيخليه بور هيلينج. تلاقي العيان قاعد عندك في الدور في الحروق ما بيخفش وانت مش عارف ليه، وانت بتسحب له كل حاجه وعامل له ريسستيشن في كل حاجه وبتاكله وبتشربه، وتيجي تبص على الالبومين وتلاقيه واقع. يبقى في خطأ في التغذيه. انا ما بقولكش ان انت عيان حروق هتعوضه لي بالبومين، لا لا لا، هو انت لازم بتغذيه. بس كون العيان محجوز عندك وفي ديفكت بوند هيلينج وانت عملت كل التحاليل ونسيت تشوف لي الالبومين، يبقى في عندك مشكله. وتاكد هو ممكن يكون بيجيبوا له لحمه لكن مش هو بياكلها، بيديها لعياله. يعني فاهم قصدي؟ يعني هنا في مشكله في التغذيه انت محتاج تتقصاها. ده طلع دكتور هاوس اللي جواك. فاهم قصدي؟ فالانديكيتور الحقيقي، وده سؤال مباشر بيجي لك في الامتحان مش هزار: It's an indicator of malnutrition. هو مين؟ الألبومين. Welcome to wound healing factors. واخيرا وليس اخيرا اتكلمنا على الاسترويدز، وكلنا عارفين الاسترويدز انتي انفلاماتوري. وعشان كده ان انت بعد العمليه بتلاحظ ايه؟
لما بتيجي تكتب الروشته الجميله بتاعتك وتقول له يا دكتور سعاده الاستشاري الجميل، ميرسي جدا على اليوم النهارده، وانا انبسطت ان انا كنت معاك، والموضوع مش موضوع فلوس بس، غير لي 50 جنيه ديت، بس يا باشا حضرتك تحب الروشته بتاعتك يكون فيها ايه؟ فهتلاقيه قال لك اكتب لي الروتين. بس انت لما جيت كتبت الانتي انفلاماتوري، وانت رحت كاتب مثلا الديكلوفيناك الصوديوم، راح قال لك لا 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 لا، بص ما تكتبليش النون ستيرويدال ليه؟ فانت تقول له ليه يا باشا؟ ده النون ستيرويدال جميل، ده انا باخده وبيسكنني على طول. تقول له، هو هيقول لك ان الفكره كلها ان النون ستيرويدالز ان انسيد بتقلل الكولاجين سينثيسيس، الانسيد بتقلل لي الانفلاماتوري بروسيس، وهو انا محتاج يكون في انفلاماتوري بروسيس يخش فيها ولكن بسرعه. وهي دي الخناقه الكبيره اللي بتحصل في الروشتات بتاعتنا. لما يجي يقول لك لا ده انا هكتب الانفلترن والامبيزيم هو ده انتي انفلاماتوري، ايوه هو انت عايز انفلاماتوري في اول يوم؟ انا عن نفسي بكتبه، انا بكتبه، بس انا بقول لك هو اللوجيك فين. يمكن اللي انا بطلت اكتبه ان انا اكتب ان سيد على طول في روشته. امال ابدا بايه؟ ابدا بحاجه تكون سيلكتيف زي الباراستامول، واغلب اللي في الحروق فاهمين احنا بنتكلم في ايه. الان سيد ليها اتنين مشكله. مشكله في الوند هيلينج بسبب ان هي بتاثر على الكولاجين سيستز، الا جانب انها بتعمل لي بليدنج تندنسي. ومن هنا بعد ما اتكلمنا على الاسات، الايجنج، السينايل ايجنج، سيستميك اندوكراين ابنورماليتيز والسموكينج، الى جانب النيوتريشن والاسترويد فارماكولوجيكالي، نتكلم على اللوكال فاكتورز. تفتكر ايه اللوكال فاكتورز اللي احنا هنتكلم عليها؟ عندنا 5 لوكال فاكتورز اساسيين. الاكسجينيشن، وانا اقنعتك دلوقتي واكدت لك بالدليل والبرهان، وما افتكرش ان حد هيغلط فيها، ان الاكسجينيشن اهم من البلاد سبلاي، الاكسجينيشن اهم من الانيميا، بدليل اللي حاصل في البيرن. الديكريز تيشو برفيوجن ده اللي هيؤدي لديكريز وند اوكسجينيشن، وهيؤدي الى دث للخليه، والدث ساعات خطير، الموت بيكون خطير. طيب بالنسبه للفاكتورز الثانيه زي ايه؟ الانفكشن. ما هو لو في انفكشن تفتكر هيحصل هيلينج؟ وش لا. طب والانفكشن؟ الانفكشن بصراحه بيدخلنا في قصه بتاعه السيرجيكال سايت انفكشن. هل هي كلين اوبريشن ولا كلين كونتامينيتد ولا كونتامينيتد ولا ايه بالظبط؟ هي ديرتي اوبريشن من الاول ولا ايه؟ ولو زميلتك اللي شغاله في الاشعه عشان خاطر كعب عالي اتعورت للاسف، ما تقلقش لما تلاقي ان الجرح للاسف ما بيلمش، لان ببساطه الراديشن ده بيعمل لك نوع من انواع البيرن. ايه ده الراديشن بيعمل بيرن؟ نوع من انواع البيرن هو الراديشن، وهنتكلم عليه ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر في انواع البيرن ونوع كل واحد. لان الراديشن بيعمل لي اندوثيليال سيل وكابيلي وارتريور دامج، بيعمل دامج رهيب على مستوى كل الخلايا. الاراديتد فايبروبلاست بيقلل الكولاجين والاكسترا سيلول ماتريكس، بيبوظ لي الدنيا اب تو الليمفاتكس، بيبوظ لي كل حاجه. لدرجه ان انا هكلمك على حاجه ما اعرفش انت ممكن كانت تيجي في بالك ولا لا، ان انا اقول لك ان الراديو ثيرابي ذات نفسه للاسف مع بعض الناس ممكن يعمل لي كانسر. تروح هي تاخد راديو بعد البريست، تلاقي ان هي جالها سكين كانسر بسبب الراديشن. تقول لها يا دكتور مش الكلام ده ما بيحصلش، يعني انت بتقول كلام الهجايص. اقول لك هو ده لما مش كلامي، انا ما بألفش طب، انا ده الكتاب وده اللي بنلاقيه. واللي كتب الكتاب هو شاف حالات في الطبيعه وراح كتبها في كتاب، وراح حطها في الامتحان عشان سقط بالعيال او عشان يعرفهم النولج، ودينا بنقول الكلام. ماشي. الى جانب التروما نوعها واثرها والتعامل معاها بيأثر لي على الهيلينج بروسيس. الى جانب ان يقول لك الدينرفيتد تيشو هيل سلولي. علشان كده لما بنيجي نعمل فري فلاب هتلاحظ انك انت نجحت انك انت تغطي مكان زي مثلا يقول لك الفوت. هو ايه اجمل حاجه تغطي بيها الفوت يا شباب؟ الحقيقه ان الفوت من اصعب الاماكن اللي انت ممكن تغطيها، والايديال ليها هو فري فلاب بلا منازع، خصوصا السول، يعني بلا منازع. لكن تخيل انت حطيت في رجل بني ادم فري فلاب كبيره بعمليه كبيره جباره، عملها انسان مبدع استشاري كبير، ولكن ما بتحسش. انا شايف ان هي خطر، وده حقيقي. الدينرفيتد تيشو مش بس خطر، هي كمان الهيلينج بتاعها بيكون سلولي جدا، وده ايفيدنت ان النيورال سبلاي مهم جدا. كل ما كان فيه احساس كل ما بيكون فيه
healing. عشان كده بيقول لك اللي عنده إحساس أحسن من اللي عنده فلوس. دي كانت حكاية إن wound healing ببساطة.